إني جئتك يا رسول الله محملا بالذنوب مرتكبا للخطايا جانيا للعيوب، إني أستغفر الله وأطلب وأرجو منك يا رسول الله أن تستغفر لي، امتثالا لقوله تعالى ولو إنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله غفورا رحيما. قال الإمام العتبي ثم قال ذلك الأعرابي الذي جاء من المدينة خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله يا خير من دفن باللقاء أعظمه، يا خير من دفنت باللقاء أعظمه، فطاب من طيبهن الآطام والأكل، روحي فداء بقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. فبكى الأعرابي بكاء ثم انصرف. وكان بجانب الروضة الشريفة عالم من علماء الإسلام ولي من الأولياء الصالحين. قال سمعت الأعرابي وأنا أسمع ما يقول، فأخذتني سنة، أخذتني عيني فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداني يا عتبي يا عتبي يا عتبي أدرك الأعرابي فبشره بأن الله قد غفر له. قال الإمام العتبي فخرجت مسرعا فوجدت ذلك الأعرابي في أزقاء المدينة فقلت له أبشر فإن الله قد غفر لك. وعلى هذا عندما نزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندما نسمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندما نكون بجانب ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث، لم نترك درهما ولا دينارا وإنما تركنا علما فمن أخذه فقد أخذ به